السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جمبري زي ما انتوا شايفين، هنعمله بطريقة حلوة. بس قبل ما نبدأ الطريقة ياريت ندعي لأهلنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويقويهم ويربط على قلوبهم يا رب العالمين. معنا اهو جمبري وسط، شايفين شكله عامل ازاي، شكله حلو. اول حاجة هننزل ببصل مفروم على قد الكمية اللي معانا، هندبله شوية كده في الزيت. ومعانا عصير طماطم بنسويه على النار، عشان طبعا الجمبري زي ما انتوا عارفين ما بياخدش وقت في السوا، لكن الصلصة هتاخد وقت في السوا، فمش هينفع نحطها عليها من الاول للاخر. فدبلت، طبعا انا كنت متبلة الجمبري بثوم مفروم وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وليمون. فنزلت على البصل بالجمبري المتبل معانا، هنقلبه كويس. كمية ما شاء الله كبيرة عشان عزومة. نزلت عليها بقى بالصلصة اللي انا عاملاها قبل كده، طبعا برضو الصلصة متبلة، وكمان كان فيها شوية بصل بسيطة. وادي الجمبري بعد ما سويناه على النار، احنا لسه بنقلبه، لسه ما طفناش عليه. بس ما اقولكمش طعمه طلع تحفة ازاي ولذيذ، يعني زي كده الجمبري اللي في الأكياس ده اللي بيتعمل في المطاعم يعني.